مش هبقى بكدب لو قلت ان ده من اكتر مؤتمرات اطلاق الايفون المحبطة اللي شفتها في حياتي. ليه؟ تعال نشوف. ازيك يا غالي، إيه الاخبار؟ يوم 9/9 اللي هو من اسبوع تقريبا من دلوقتي اطلقت ابل الايفونات الجديده الخاصه بيها وبعض المنتجات او الاكسسوارات اللي متعودين ان هي بتنزل مع اجهزه الايفون. ولظروف ما انا ما قدرتش اغطي المؤتمر ده في وقتها، بصراحه كنت في اجازه يعني، ما علينا. ولكن دلوقتي جه الوقت اللي لازم اقول لك فيه رايي عن مؤتمر ابل، وخلينا نركن الايفونات على جنب دلوقتي ونبدا بالايربودز برو 3 اللي تقدم فيها شويه مميزات جديده. اولهم ان مقاومتها للميه والغبار بقت اعلى، بقت بمعيار IP57. المعيار ده يعني قوي لدرجه ان الايربودز لا قدر الله لو وقعت في ميه بنسبه كبيره جدا ان شاء الله مش هتبوظ اصلا. والبادز او الجلد الصغيره مقاسات الودن اللي بتيجي معاها بقت تيجي بمقاسات اكتر، وكمان بقت تيجي بميموري فوم مش سيليكون زي ما كان قبل كده. ده بيحسن من عمليه عزل السماعه نفسها اللي بقى اصلا احسن في الايربودز برو 3 بمرتين كاملين من الايربودز برو 2 اللي اوريدي العزل بتاعها كان ممتاز جدا جدا. وكمان تم تحسين البطاريه عشان تقعد معاك 8 ساعات على وضع النويز كانسليشن و10 ساعات على وضع الترانسبيرنسي. وتم اضافه ميزتين جداد تماما، اولهم هو قياس ضربات القلب. السماعه دلوقتي نفسها بقى فيها سنسور قياس ضربات القلب، عشان لو انت من الناس الفت بقى اللي بتروح جيم وكده وعايز تتابع حالتك الصحيه من غير ما تبقى لابس ساعه، فالسماعه نفسها بقى فيها السنسور ده. وميزه اللايف ترانسليشن، وملخص الميزه دي ان انت لو في بلد اجنبيه وبتكلم شخص ما وعايز تسمع بقى هو بيقول ايه ومش فاهم حاجه، فبتبقى حاطط الايربودز برو في ودنك وماسك الايفون بتاعك بالمنظر ده لو هو مش لابس ايربودز هو كمان، وبتتكلم بلغتك الاصليه عادي. وبمجرد ما بيبدا الشخص ده انه يتكلم، الايربودز اوتوماتيك بتخفي نسبه كبيره جدا جدا من صوته اصلا، ومش بتسمعك غير اللغه الاصليه الخاصه بيك. نركن الايربودز على جنب وندخل على الاصدار الجديد من ساعات ابل، الا وهي الابل واتش سيريس 11 والابل واتش اس اي الجديده والابل واتش الترا 3. السيريس 11 التطورات اللي تمت فيها تقريبا ان الازاز بقى اقوى عشان يتحمل اكتر، يعني تم اضافه مودم 5G بقت تجيب لك اشعار بالهايبر تنشن لو في مشكله عندك في ضربات القلب او ضغط الدم والكلام ده. بطاريتها هي وفيها نفس المميزات القديمه بتاعت الكراش ديتكشن اللي ابل دايما كل مؤتمر تقعد تقول لك ان الناس دي ومصورين ناس حقيقيه بقى ولا ايه الله اعلم، بس هم بنسبه كبيره حقيقيين يعني، لان دي ميزه مهمه جدا فعلا. الناس اللي ربنا يعافيكم يا رب تعرضوا لحوادث او كده، وابل واتش هي اللي انقذت حياتهم او اتصلت بالاسعاف والكلام ده يعني. ولكن اللي بجد كويس بقى دلوقتي هي ساعه الاس اي الجديده اللي بقى فيها دلوقتي الشريحه اللي موجوده في الابل واتش سيريس 10 اللي ضافوا فيها شويه مميزات زي الاولويز اون ديسبلاي. فيها بقى الحاجات الجديده بتاعت ابل واتشز زي الجستشرز انك تتحكم فيها بالايماءات والكلام الجميل ده، ولكنها لسه نفس الشكل القديم بتاع ساعات ابل القديمه، مش الجديد بقى ابو حواف قليله والكلام ده. والنسبه للالترا 3 اللي بثمن ايفون 17 اللي هنتكلم عنه بعد شويه، هي نفس الساعه. الناس تروح تشتريها عشان يبقى معاها ساعه ابل بطاريتها اكبر شويه من الساعات العاديه، اللي هو لسه برضو رقم فاشل جدا، مش عارف تقعد 42 ساعه حاجه زي كده، اللي هو حتى مش مكمله يومين. الحواف بتاعتها بقت اقل شويه. الشاشه بقت تنزل ل 1 هرتز عشان يعرض لك المؤقت مثلا او اي شاشه للساعه شغاله اولويز اون ديسبلاي بالثواني. خطوه متاخره جدا جدا، ولكن يعني دي الحاجات اللي اتضافت في الالترا 3 تقريبا، وفيها ساتلايت حاجات لا تستدعي اطلاقا ان اي حد يروح يشتري الساعات دي حتى لو ببلاش يعني. طيب نيجي بقى للمهم بجد، وهو نجم الحدث او المؤتمر الخاص بابل، الا وهو الايفون اير. هنمشي بقى بالترند جديد اللي هو الموبايلات الخفيفه الرفيعه اللي شكلها سيكسي موت، اللي هو كونسبت برضو ما يستاهلش السعر اللي هتعرفه لما نخلص كلامنا عليه يعني. سمك الجهاز ده فعلا مغري جدا ومخلي شكله يعني مستقبلي، هو 5.6 ملي، وبيجي ببروز خلفي للكاميرات بيسموه البلاتو تقريبا، اللي موجود فيه معظم اجزاء الموبايل حرفيا، معظم اجزاء المذر بورد والكاميرا والكلام الجميل ده، عشان يخلوا الجزء
اللي باقي من الموبايل ده للبطاريه. الجهاز بيجي بالوان لطيفه من وجهه نظري بصراحه، واللونين السماوي والذهبي دول شكلهم شيك جدا مع الفريم اللامع بقى. هو تايتانيوم على فكره، مش ستاينلس ستيل او كده، تايتانيوم ولكنه لامع مش مطفي زي اللي كان في ال 16 برو وال 15 برو. الجهاز ده بيجي بشاشه مقاس ممتاز جدا 6.5 بوصه، حاجه في النص كده ما بين العادي والبرو والماكس. بتيجي 120 هرتز، طبعا بتنزل ل 1 هرتز في الاولويز اون ديسبلاي. بتيجي بسطوع بيوصل ل 3000 نتس. بتيجي بالسيراميك شيلد الجيل الثاني اللي بقى فيه مانع انعكاسات اخيرا. وكمان الظهر بيجي من السيراميك شيلد، وده هيدي متانه عاليه جدا جدا على حسب ادعاءات ابل يعني للموبايل نفسه رغم سمكه الرفيع ده. ومش هننسى البلاوي اللي كانت بتحصل مع الايفون 6 بلس زمان اللي كان بيتني عشان كان سمكه قليل، ولكن ما اعتقدش ان ده هيحصل يعني دلوقتي. يعني التقنيه اتقدمت كتير جدا، والفريم تايتانيوم مش الومنيوم زي زمان، وسيراميك شيلد وما شيلدش بقى. هنشوف لما الاجهزه دي تنزل ان شاء الله. ولاول مره في جهاز مش برو بنشوف شريحه برو. الايفون اير بيجي بشريحه A19 برو، ولكنها تفرق شويه عن ال 17 برو ماكس. هنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه. وانا مش فاهم ليه بصراحه، هل ده عشان يبرروا سعره ولا ايه بالظبط؟ يعني الجهاز ما كانش مستاهل معالج برو، لان المعالج البرو ده بينتج حراره برو، جهاز سمكه قد كده، وابل ما اتكلمتش عن اي حاجه ليها علاقه بالتبريد في الجهاز ده اطلاقا. فهنشوف الموضوع ده لما الناس تبدا تستخدمه يعني. وكمان ابل بدات تستخدم شرائحها الخاصه في الاتصالات وما الى ذلك، شريحه الN1 اللي فيها الواي فاي والبلوتوث، وشريحه السي 1 اكس اللي فيها مودم ال 5G. والجهاز ده بيجي بكاميرا واحده بس، ابل بتسميها طبعا فيوجن كاميرا 48 ميجا بكسل، بتديك بعد اللي هو العادي ل 26 مللي، وبعد بيوصل ل 52 مللي. طبعا ده ما فيهوش اي نوع من انواع الاوبتيكال زوم، لا هو السنسور البعد بتاعه، البعد البؤري بتاعه الطبيعي 26 مللي، وال 52 مللي اللي بيوصل لهم الجهاز ده. يعني دي الافتكاسه اللي ابل عملتها من الايفون 15، ولكنها بصراحه افتكاسه بتتم بطريقه ممتازه. يعني فعلا بتحس انك عندك عدسه تانية زي اللي كانت في الاكس اس والاكس اس ماكس زمان، بتعمل لك زوم 2x كده عشان تاخد صور بورتريه، احسن مليون مره من اللي بتتاخد بال 26 مللي. وكمان قدمت سنسور جديد تماما في كل الكاميرات الاماميه الخاصه بعائله ال 17 والايفون اير، سنسور مربع عشان يسموا الكاميرا دي سنتر ستيج، عشان تديك نفس اداء السنتر ستيج اللي موجود في اجهزه الماك بوك والايباد. اللي هو دلوقتي انت لو بتتصور صوره، كلنا لما بتصور صوره بالموبايل بالوضع الافقي او الوضع الرأسي اسف العادي، بتبقى الصوره بالطول، وعشان ناخدها بوضع افقي لازم نقلب الجهاز بالعرض. لا دلوقتي مفيش الكلام ده، دلوقتي بفضل السنسور المربع ده تقدر تتصور سواء كان بالطول او بالعرض، والجهاز كمان بيحدد ده بشكل تلقائي عن طريق الاي اي. لما ناس تنضم ليك في الكادر كده بيروح عامل لك الكادر اللي هو الافقي عادي خالص من غير ما تقلب الموبايل اصلا. والسنسور ده كمان بيجي 18 ميجا بكسل، او الكاميرا دي بتيجي 18 ميجا بكسل. وكمان السنسور المربع ده بيديك تثبيت ممتاز، ستابلايزيشن شبيه بالكاميرات الاكشن. يعني لو انت بتفلوج او بتجري او اي حاجه، الكاميرا بتبقى متثبته بشكل ممتاز جدا جدا. وبمناسبه الفلوجز، احنا بقينا نعمل فلوجز مؤخرا وبنتكلم فيها بقى عن حاجات مختلفه عن التك والكلام الجميل ده. لازم تروح تشوف الحاجات دي، وعشان تشوف الحاجات دي وفيديوهات التك باستمرار لازم تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ده لو عجبك. وما تنساش تتابع حسابات على السوشيال ميديا، وتستخدم اكواد نوم تظهر قدامك دلوقتي على الشاشه، تدي خصومات سريعه جدا، وكمان تخلي الشحن مجاني. ونخلص الفقره الاعلانيه ونتكلم في اكبر تخوف للناس كلها من موضوع الايفون اير ده. وقبل اكبر تخوف في تخوف تاني، ان الجهاز ده اصلا مش هينزل غير باي سيم فقط. في اي بلد ما فيهاش اي سيم، وما اعتقدش ان في بلد دلوقتي طبيعيه ما فيهاش اي سيم يعني. وكمان لو انت في بلد زي مصر ما بتدعمش اصلا الاي سيم ترانسفيرنج، هو انا عشان دلوقتي موبايلي ده لو عليه اي سيم عشان انقلها للايفون اير ده لازم ارمي دي اصلا، خلاص بفرمتها من على الموبايل بشيلها تماما، واروح اشتري اي سيم جديده بنفس رقمي، ولكن لازم ادفع 350 جنيه تقريبا او حاجه يعني. لكن ما اعتقدش ان حد شاري جهاز ب $1000 هيفرق معاه 300 400 جنيه دول، لان بالفعل الجهاز ده ب $1000، تسعير غير منطقي على الاطلاق. مع اكبر تخوف بقى اللي هو البطاريه.
لان اتكلمنا عن موضوع السخونه، لان ابل ما قالتش ان في اي نوع من انواع التبريد في الجهاز ده، فالسخونه دي معناها استهلاك بطاريه عالي، والجهاز اصلا كله قد كده. ابل عشان حاسه بالموضوع ده، حاسه ان الناس هتتكلم عليه، فقال لك اما ناخد احتياطنا كده، منزلين باور بانك بيشتغل ماك سيف هو للجهاز ده بس، ف $1000 مش 900 حتى، رقم يخوف جدا خاصه في مصر. هنشوف لما ينزل الترند ده هيروح بينا لغايه فين. نتكلم بقى بعد كده عن الكارثه التصميميه واسوأ شكل وتصميم موبايل انا شفته في حياتي بلا مبالغه، الايفون 17 برو والماكس. التصميم اللي هو اليوني بادي بقى، اللي ابل بتروج له ان هو متين جدا جدا، واحنا اخترنا التصميم ده بالذات عشان المتانه وعشان نحط فيبر تشامبر وتبريد ومش عارف ايه. انا مفيش اي مبرر بالنسبه لي للشكل البشع ده. اليوني بادي الالومنيوم اللي محطوط فيه حته ازاز عشان الشحن اللي سك، ايه ده؟ وايه اللون ده؟ يعني ايه ايفون برو برتقاني وفين الاسود؟ يعني ايه ايفون برو ما فيهوش اسود؟ هو لون ابيض، لون كحلي، ولون برتقاني. شكل الجهاز وحش قوي وحش قوي، الا ان الجهاز برضو بيجي بمواصفات الفلاج شيبيه المعتاده. الجهاز بيجي بنفس حجم شاشه ال 16 برو ماكس، ال 6.9 بوصه، ال 120 هرتز، ال 3000 نتس اللي عليها نفس السيراميك شيلد الجين 2 اللي بيجي بالانتي ريفلكتيف كوتنج اللي بيمنع الانعكاسات. القطعة الزجاجية الخلفية برضو نفس الموضوع، سيراميك شيلد، وبيجي بشريحة ال A19 برو اللي موجودة في الايفون اير، ولكنها بتيجي بعدد جي بي يو كورز اكتر عشان ده الايفون البرو بقى يا باشا، فاهم؟ فلازم هنحط لك اختلاف يعني. واحنا بقى عاملين فيبر تشامبر، عاملين نظام تبريد جديد تماما اصلا، وعاملين عشانه اليوني بادي الجديد ده، فلازم نستعرض بقى القوة والمهارة العالية لأبل في تصنيع الشرايح بتاعتها يعني، فاهم؟ وبندعم بقى كونسول جيمنج وبتاع، فلازم نحط لك أقوى معالج موجود في السوق حرفيا، ونحط لك معاه تبريد كويس، فده هيديك أداء سستينبل أو أداء مستقر، أداء عالي مستقر لفترة أطول بنسبة 40% تقريبا من اللي كانت في ال 16 برو ماكس. بالنسبة للكاميرات، فدلوقتي كل الكاميرات بقت 48 ميجا بكسل فيوجن كاميرا، والكاميرا الاساسيه والالترا وايد تقريبا ما اتغيرش فيهم حاجه. الكاميرا اللي اتغيرت هي التليفوتو، بما انها بقت 48 ميجا بكسل فقال لك نعمل لك 4 اكس اوبتيكال على ال 48، تقدر تاخد صور 48 ميجا بكسل حقيقيه 4 اكس، وتقدر توصل ل 8 اكس على 12 ميجا بكسل. فالبورتريات دلوقتي بقت تقدر تاخدها 4 اكس و8 اكس، ودي ابعاد ممتازه جدا جدا. 8 اكس ده هيخلي الملامح بقى مطحونه وهيطلع شكل وش عبقري يعني. وكمان الكاميرا الجديده دي بقت تخليك تصور لغايه 40 اكس كزوم ديجيتال يعني. بالنسبه لتصوير الفيديو، الناس كلها كانت معتقده ان هو يبقى 8K بعد ما ابل هتخلي كل الكاميرات 48 ميجا بكسل، ولكنه لسه 4K، وده شيء انا شخصيا ما عنديش معاه اي اعتراض خالص. في ناس اعترضت ان هو عايزين تصوير 8K، طبعا 8K ده معناها ريزوليوشن اعلى وهتاخد جوده افضل وكل حاجه، ولكن معناها ضعف احجام الملفات، تبقى اصلا احجام الملفات خرافيه. اذا كان ال 4K لو صورت برو ريس لوج تاخد ملفات، عايز بص كونتينر يمشي وراك عشان التخزين. فتخيل بقى هم خلوا تصوير البرو دلوقتي رو. ProRes RAW ده يعني بيخزن ملفات اكبر من البروريس لوج، لانه في داتا اكتر. فتخيل ده مش كونتينر، ده انت عايز بقى عباره ماشيه وراك عشان تعرف تستخدم البروريس رو ده وتخزن الملفات بتاعتك بقى بامان يعني. ف 4K مع كميه المميزات اللي ابل حطها في تصوير الفيديو من ال 13 برو، احنا كده بقى زي الفل. انا بالنسبه لي طالما الجهاز فيه لوج اصلا، حتى لو مش هصوره بروريس، فانا كده تمام التمام. وبالنسبه للاسعار فالحمد لله مفيش 128 جيجا بايت في البرو العادي تاني، كله بقى يبدا من 256، وحتى الايفون اير بيبدا برضو من 256. فعندك هنا الايفون 17 برو الصغير بيبدا من $1100 مع ال 256 جيجا بايت، والبرو ماكس بيبدا من $1200 مع ال 256 جيجا بايت. وفي مساحه جديده دلوقتي ظهرت في اجهزه البرو ال 2 تيرا بايت، ده طبعا هتجيبه ب 100,000 120,000 جنيه، فنسيبنا منه خالص. 256 يا باشا تمام زي الفل. طيب نيجي بقى لاهم ايفون نزل السنه دي بالنسبه لي، وعشان كده خليته اخر جهاز، على الرغم من ان كل الناس المفروض تبدا بيه لان هو الجهاز العادي، الايفون
17 العادي اللي ما بقاش عادي على الاطلاق، لان على الرغم من انه لسه بنفس تصميم الايفون 16 مفيش اي حاجه اتغيرت فيه حرفيا غير درجات الالوان بقت مختلفه شويه عن السنه اللي فاتت، الا انه حصل فيه كميه ابجريدز من الايفون 15 لغايه دلوقتي تخليه جهاز اعتمادي بنسبة 100%. لأن أول وأكبر عيب كان بيخلي الناس أصلا تتجنب الأجهزة العادية الخاصة بأبل هي الشاشة ال 60 هرتز اللي كانت لغاية 2024 موجودة معاهم عادي جدا. السنة دي ما بقاش فيه الكلام ده. تاخد هنا أقوى شاشة موجودة عند أبل تقريبا، ولكنها بقت 120 هرتز بروموشن تنزل ل 1 هرتز عشان يبقى فيه always on display. مستوى السطوع بيوصل ل 3000 نتس. عليها السيراميك شيلد الجديد، عليها نفس طبقه منع الانعكاسات او الانتي ريفلكتيف كوتنج. شاشه مش ناقصها اي حاجه، الحواف بتاعتها كمان بقت اقل من ال 16. شاشه مش ناقصها اي حاجه حرفيا بجد. هي شاشه برو مع شريحه جديده اللي هي الابل A19 اللي نسبه 99% من البشر مش هيحتاجوا اقوى من كده اصلا. انت معاك اقوى شريحه ستاندرد من ابل، وكمان ابجريد في البطاريه اللي بالمناسبه حصل برضو على العيله كلها، انك بقيت تقدر دلوقتي تاخد 50% من الجهاز او من شحن الجهاز يعني في خلال 20 دقيقه بدل ما كان 30 دقيقه. وبالنسبه للكاميرات فبرضو الاثنين بقوا فيوجن كاميراز، الاثنين 48 ميجا بكسل عشان تاخد الكاميرا الالترا وايد اللي بسنسور اكبر دلوقتي عشان تصور لقطات الالترا وايد واللقطات الماكرو بقى. يعني الموضوع يبقى احسن من ال 12 ميجا بكسل اللي كان قبل كده بشويه حلوين طبعا، وتاخد عزل بقى طبيعي وبتاع. الكاميرا الاساسيه اللي تاخد منها ال1 اكس وال2 اكس اللي تقدر تصور بيه بورتريهات، والفيديو العادي بتاع البشر كلها ال4K اللي تاخد منه اعلى كواليتي في العالم. هو ابل يعني او ايفون يعني احسن تصوير فيديوهات في العالم، ولو استخدمت تطبيق تصوير احترافي فهتاخد من الفيديو العادي اللي مش لازم يبقى بروريس ولا لوج ولا الكلام ده كواليتي مبهره وتعمل بيها محتوى 10 على 10. وكمان الجهاز ده المساحه الافتراضيه بتاعته بقت 256 مش 128 ولسه بنفس سعر ال $800. واكتر جهاز انت ضامن ان هو مستقر بنسبه 100%، ما فيهوش اي مفاجآت يعني ان شاء الله. طبعا يعني الايفون اير ده هيبقى بطيخه، يا اما يبقى بطاريته زي الزفت والناس مش تقدر تستحمله اصلا، يا اما يبقى جهاز ترندي وكل حاجه ولكنه بيجي بكاميرا واحده فاهمني. والبرو اللي شكله عره، البرو والماكس دول اقسم بالله بالنسبه لي شكلهم عره العره. طبعا الناس كلها هتروح تشتريه وهتروح تشتري اللون الاورنج كمان ويشتروا الكيسز الجديده عشان يقولوا ان انا معايا اخر ايفون، ولكن ده مش ملوش اي مبرر. هو مش دليل على اي حاجه خالص. هو الجهاز فعلا شكله بشع جدا جدا وسعره ستيل اغلى من العادي ب $300. ده رقم مش هين على الاطلاق. و $800 طبعا مش رقم صغير خالص، ولكن مقارنه بال 1100 وال 1200 او ال 1000 حتى بتاع الايفون اير لا في فرق محترم. 800 ده اللي هو ممكن في مصر في الاخر بيقف ب 50,000 مثلا. طبعا ده شيء محزن جدا جدا يعني، ولكنه اكيد هيبقى احسن من ال 70 وال 80 اللي هتشوفهم مع اجهزه الايفون الجديده، وهتاخد تقريبا كل حاجه موجوده فيهم مع والله مش قادر اقول عليها استغناءات حتى. وبس كده يعني. انا شايف ان هو مؤتمر محبط جدا جدا حرفيا، ما فيهوش غير الايفون 17. باقي الحاجات دي كلها ولا تلزمني باي حاجه. طبعا ممكن الاجهزه دي لما نبدا نستخدمها ننبهر بيها ونقول عليها جميله وكل حاجه، لانها برضو لسه اجهزه قويه واجهزه برو واجهزه بتقدم مميزات جباره واجهزه منافسه جدا جدا في السوق وما الى ذلك. ولكن احنا دلوقتي في مصر بالذات بندور على اكبر قيمه مقابل اقل سعر ممكن تدفعه، لغايه دلوقتي مفيش حد بيحقق المعادله دي غير الايفون 17. بس كده، لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعنا حساباتي على السوشيال ميديا اللي كانت موجوده في الديسكربشن. اما احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.